يا بخته اللي ربنا يختاره ويجعله مفتاح للخير مغلاق للشر. يا بخته. حديث اليوم أوحى الله تعالى إلى ذي القرنين: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المعروف وسأجعل له علما، فمن رأيته حببت إليه المعروف واصطناعه، وحببت إلى الناس الطلب إليه فأحبه وتولى، فإني أحبه وأتولاه. ومن رأيته كرهت إليه المعروف وبغضت إلى الناس الطلب منه فابغضه ولا تتولى، فإنه من شر ما خلقت. قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هو المعروف أصلا؟ احنا بنسمع يقول لك يا أخي اعمل معروف، كلنا بنقول لبعض ايه؟ اعمل معروف. ما هو المعروف؟ المعروف اصطلاحا هو ما تعارف الناس عليه من الخير، ولذلك المعروف اصطلاحا وشرعا ما عرف حسنه شرعا ولفظا واصطلاحا، وعكسه السوء. يقول لك فلان ده معروف. معروف يعني ايه؟ مشهور. مشهور بايه بقى؟ ما بتتقالش، بس يقول لك فلان ده معروف، بس اذا اطلقت يبقى الراجل ده ايه؟ مشهور. انت مش عارف ده معروف. معروف بايه؟ واحنا بنسكت طبعا، ولكن الاسم بيدل على الشخصيه، فاقتربنا من الصفات. اذا ذكرنا حد من الناس الطيبه، فمجرد ما بتذكر ده فلان، ده فلان ده الله يرحمه كان ما بيفوتش في فعل الخير باب الا لما بيدخل فيه، يقول لك معروف. اما اذا كان والعياذ بالله العكس، فمعروف ده معروف يا عم، وبيتقال كده، ولكن اذا ذكر الاسم عرف الصفه لكثره التكرار، وهو اتشهر بكده واتعرف بكده. طيب، المعروف مخلوق من مخلوقات الله اصلا. المعروف مخلوق من مخلوقات الله، وربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا رزقه ان يكون من اهل المعروف. اهل المعروف في الدنيا اللي قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث كثيره: ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. وفي نقطه هنا مهمه قوي لازم نعرفها: في حد فينا مش مكلف انه يعمل معروف؟ لانه في ناس بتفهم يقول لك ايه يا عم، انا راجل على قد حالي، اعمل معروف ايه؟ وانا معايا حاجه بقى اطلعها ولا حاجه اعمل بيها؟ انت ليه حصرت المعروف في المال؟ هنا السؤال: ليه حصرت المعروف في المال؟ فاذا كان معاك مال هتطلع، ما معاكش مال انا مش مطالب بقى. مين قال لك الكلام ده؟ المعروف اللي هو نوع من انواع شكر الله. فاكرين الحديث بتاع الشكر اللي هي شكرت الناقه ان الضرع اتملى، وحتى النفاض بدا اللبن ينزل من الضرع من غير ما تحلب الشاة، لان الضرع اتملى، الضغط بقى مليان، البير اتملى حتى فاضت الماء، شكرت. وقلنا ان شكر الله انه ايه؟ انك تفيض باللي معاك على اللي معهوش. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد به، من لا زاد ايه عنده يعني، او به او فيه. انت دلوقتي حصرت ليه في المال بس؟ انت ربنا مديك الصحه، طب غيرك ضعيف. انت ربنا مديك النظر، غيرك ما عندوش نظر ومستني حد ياخد بايده. وهكذا بقى. شوف نعم ربنا عليك اللي ربنا اداها لك قد ايه، والحمد لله ربنا يديم علينا وعليكم النعم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فالنعم اللي احنا عايشين فيها نعم كتير جدا، فاوعى تحصر نعم ربنا في المال وبس.
ربنا مديك عقل وحكم وزينه، يبقى ايه؟ فلان يقول لك والله يا دكتور انا عايز استشيرك، انا بأنس برايك، وانت راجل معروف انك راجل حكيم، فانا عايز اخد رايك في حاجه. اتفضل. يبقى انت ربنا العلم اللي ربنا اداهولك ورجاحه العقل وزينه التصرفات خلت الناس تلجأ لك. خلي بالك بقى من النقطه دي، خلت الناس ايه؟ ايوه كده، خلت الناس تلجأ لك. كأنه ربنا لما يرزقك بحاجه ويبعت لك اللي يقول لك اديني من الحاجه دي، اوعى تقول له لا. او يكون محتاج لك، اوعى تقول له لا. لانه اذا كان ربنا عودك انه يديك، وانت معود الناس انك تدي من اللي ربنا اداهولك، فاذا جالك حد وقلت له ما عنديش، ربنا هيقول لك ايه؟ ما عنديش. اشمعنى انت؟ صح ولا لا؟ ما ربنا اداك وانت بتدي من اللي عندك. طب اذا انت منعت اللي عندك، ربنا يمنع اللي عندك. انت سبب، انت وسيله. ولذلك هنا اهل المعروف في الدنيا اللي هم بيتصرفوا من المنطلق ده. ربنا ميسر لي في ايه؟ في كل ما هو ربنا ميسره لك ومديهولك. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. اوعى تفتكر ان ربنا هيمنع عنك. داووا مرضاكم بالصدقه، ما نقص مال من صدقه. صح ولا لا؟ اوعى تفتكر. واحنا كنا دايما والناس يقولوا لك، الناس كلها عارفه الموضوع ده، والله يقول لك ايه؟ والله العظيم ما في مره نويت فيها اروح اعمل عمره الا لما رجعت الاقي فلوس العمره جت منين ما اعرفش. مش انا اللي بقول على فكره، ده انا بحكم طبعا يعني ان بقابل ناس كتير جدا بالطريقه دي، فبيقولوا الكلام ده. هو بيقول لك كده، بيقول لك والله ما اسافر مره عمره الا لما ارجع الاقي فلوس العمره جت منين ما اعرفش. سبحان المخلف. انما الاعمال بالنيات. اخر نقطه عشان ما اطولش على حضراتكم، او نقطتين معلش. اهل المعروف في الدنيا ربنا كرمهم، فبيبعت لهم رزقهم اللي هو ايه؟ انه يبعت له يقول له اديني، يبعت له اللي يقول له اديني. لانه لو ما بعتلوش اللي يقول له اديني، هو هيدي ازاي؟ مش خلاص. صح. ولذلك من كرم ربنا عليك انه يدي لك ويبعت لك اللي يقول لي ايه؟ يقول لك اديني، فيحبك. ولما يحبك يفتح لك ويدي لك اكتر. ولئن شكرتم، مش كلام واضح بالقران وبالسنه، مظبوط كده؟ طيب تعالى النقطه الثانيه. لما تلاقي حد ربنا موسع عليه ومعروف عنه ان هو راجل كريم فيما عنده، وقلنا بقى انه مش مال بس، تحبه وتتولاه. تعرف ان الراجل ده ربنا مسخره للانفاق، وربنا بيحبه، وربنا جعله سبب، فامشي في ظله اللي زي ده. لانه العكس صحيح. لو ربنا زعلان من حد بقى هيعمل ايه؟ كل ما حد يقول له يا عم منين يا عم، ويدعي الفقر ويدعي. لا، في ايه؟ في كل اللي ربنا مديهولك وبتقول منين؟ سواء بقى ما يبقى مستخسر يعلم، يبقى مستخسر يجيب المعيد اللي عنده عشان ما يدروش الدكتوراه، هيطلع انت هتاخد رزقه يا ابني. وانت فاهم ان ده لما يبقى معاه يبقى دكتور، وانت حضرتك دكتور قديم، هيعمل كتاب وياخد منك الكتاب، ولا هيبيع المذكرات، ولا انت مش عايز تدي العلم اللي عندك ليه؟ ويسقطوا مره واثنين وثلاثه وعشرة، ولازم يروح ياخد له هدايا البيت ويفسح العيال ويجيب الخضار. والله العظيم بيجيب الخضار مش عايز اقول، انا اعرف يعني علشان ياخد الدكتوراه. الدكتور معذبه ويسقطوا مره واثنين وثلاثه. ليه؟ علشان ايه؟ اللي انت بتعمله ده اصلا. هو مين اللي اداك العلم يا ابني؟ ومين اللي اداك الدكتوراه؟ يقول لك اصل انا اتعمل فيا كده. الله، احنا قلنا امبارح ربنا بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. هو عشان انت اتظلمت تظلم؟ عشان اتسرقت؟ الله، طب ما انا اتسرقت اسرق، ما انا اتضربت اضرب. مفيش كده. نقط مهمه جدا لازم نعرفها. النقطه الاخيره اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها، اهل المعروف. اولا المعروف ده ايه؟
المعروف ده ايه؟ فعل ولا نية ولا الاثنين؟ الاثنين، النية الأول وبعد كده الفعل. لكن هو فعل صح؟ يقول لك اعمل معروف، فأنت بتعمل معروف، بتطلع فلوس، بتنفق، بتزكي، بتعلم، بتربي، فعل، هو فعل صح؟ يعني عمل أقصد. طيب هي الآخرة فيها عمل ولا جزاء؟ طيب أهل المعروف في الدنيا، لأن ده حديث تاني، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. طب أهل المعروف في الدنيا عرفناهم، مين هم أهل المعروف في الآخرة؟ ها؟ الله يفتح عليك. الشفاعات. لأنه هو ما فيش عمل في الآخرة إلا اللي ربنا كرمه في الدنيا وجعله بالمنطق ده في الدنيا كده ورزقه. فالراجل يعني زي ما ربنا اداله فكان بيدي، يوم ربنا يقول له ايه؟ كرامه لك، لازم اخليك بقى لك من اهل المعروف، واجعل لواء، في لواء كده اهل المعروف هيشيلوه في اهل المعروف، اللهم اجعلنا منهم يا رب يوم القيامه. ها ويجي لك يقول لك ايه؟ تقوم تشفع يا رب. انت الحاج عباس يقول له الراجل ده هو صحيح هو ما دخلش الجنه، بس يعني انا كنت احسبه انه راجل طيب وبيصلي معانا في الجامع، ويعني اشفع له، تشفع له، اشفع له يا رب. طب اشفع له، خد بايده وخش الجنه. يبقى اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره، واهل المعروف في الاخره اللي هو ايه؟ اللي هم اهل الشفاعه. تخيلوا ان اخر واحد من امه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخش الجنه، ربنا يديله قد الدنيا طول وعرض جنته، بس ده اخر واحد، ده اخر واحد. والحديث في البخاري طويل قوي لما تقراه وتضحك، يقول له وربنا تعجب منه وبيضحك يعني، لما يقعد يقول يا رب قربني، بس قربني من باب الجنه، قربني يا رب يا رب قربني، لغايه ما يقرب من باب الجنه، بعد ما يكون دخل النار وتحمش واستوى وطلع وده خلاص، يوم ربنا يلقيه في عين الحياه او في نهر الحياه، يوم ربنا يبدل الجلد بالغير الجلد واللحم غير اللحم والدم غير الدم، وخلاص ويتعامل واحد جديد بقى خلاص. ليه؟ علشان يكون اهل للايه؟ للجنه. فيقول له قربني انا شامم ريحتها، يقربه لغايه ما يجي عند باب الجنه. طب يا رب بس ابص عليها، بس ابص عليها، فيفتح الباب يقول له يا رب يا رب ما دخلني، ما تقفلش، ما تقفل، احلف عليك يا رب اقول ايه؟ اعمل ايه؟ انا عايز ادخل الجنه. يقول له طب ادخل. ده اخر واحد. حديث طويل جدا وقروه في البخاري ودوروا عليه، حديث في منتهى العجب. ده اخر واحد من امه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم انه اقل واحد من امه سيدنا النبي ربنا يجعله من اهل الجنه جميعا يا رب، يشفع في 70 من اهله وجيرانه، اللي هم بيقولوا عليها مكتوب في الكتاب كده اهل دويرته. عارفين الدايره يعني؟ شفتوا الدايره دي؟ يقول لك الديوانيه في اللغه بتوع الكويت وبتاع السعوديه، يقول لك قاعدين في الديوانيه، النادي المجلس بتاعهم ده يشفع في 70 من اهله واهل دويرته، جيرانه يعني. ده اقل واحد من امه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بشفاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم.